شايفاكي وانتي بتخبي اسنانك الغامقه وانتي بتضحكي بسبب موقف محرج لقيتي فيه كل الناس بتبص على اسنانك بدل ما تبص في عيونك. اقولك بقى ازاي ترجعي البياض الطبيعي لاسنانك تاني بخطوات بسيطه وامنه من غير اي مشكله، سواء حساسيه اسنان او التهابات في اللثه. هترجع ثقتك في نفسك تاني وفي ابتسامتك من غير اي كسوف او انك تحطي ايدك على وشك عشان لون سنانك مش عاجبك. بس الاول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي لعائلتنا وتفعلي الجرس. خلينا بقى نبدأ بالأدوات اللي ممكن تستخدميها من غير أي وجع قلب وتلاقيها بسهولة في أي مكان، سواء أونلاين أو صيدلية أو أي مكان تاني. في مثلا الترايز أو الأقلام بتاعة التبييض، بتحطيها على أسنانك لمدة 20 ل 35 دقيقة مرة في اليوم لمدة 5 أيام أو حسب المنتج ذات نفسه. جيبي المنتجات دي وهكتب لكم أسعارهم. السبادنت بتستخدميها مرة واحدة بس في الأسبوع من 25 ل 30 دقيقة، أو ممكن تجيبي شرايط التفتيح تستخدميها لمدة 14 يوم مرة واحدة بس في اليوم ساعة واحدة، أو ممكن تجيبي بلانكس وده كويس جدا وفعال، أو ممكن تجيبي الاي وايت ترايز لمدة 7 أيام مرتين في اليوم. بس بالله عليك تقرا تعليمات المنتج ذات نفسه كويس جدا، عشان لو استخدمته غلط هيقلب بنتيجة عكسية ويعمل حساسية أسنان والتهابات في اللثة بدل ما يبيض سنانك. وما تسيبوهوش أكتر من المدة اللي هم محددينها حتى لو عايز نتيجة أسرع، لأن ده هيدمر سنانك أكتر بدل ما هيعالج. بس لو انت او انتي بتحبوا المنتجات الطبيعية اللي تجيبوها من مطبخكم وتعملوها في بيتكم زيي، هقولك دلوقتي حالا على الحاجات اللي ممكن تستخدمها من بيتك علشان تبيض سنانك. اول طريقه وهي من اقدم الطرق اللي الهنود زمان كانوا بيستخدموها وهي زيت جوز الهند. زيت جوز الهند معروف ان هو كويس جدا ومضاد للبكتيريا، وكمان بيحسن شكل السنان لو استمريت عليه وبيبيضها مع الوقت. زيت جوز الهند وتتمضمض بيه من 15 ل 20 دقيقه، بس اهم حاجه وانت بتحركه جوه بقك وبتتمضمض لازم يضرب كويس جدا في السنان بحيث ان هو يتخلل بينها ويشيلك كل البكتيريا. بس اهم حاجه انك ما تبلعوش، لازم تطلعه بره بقك وبعدين هتغسل سنانك بالمعجون العادي بتاعك، هتلاقيه بيشيلك كل البكتيريا وهيفتح سنانك مع الوقت. تاني طريقه وهي ماده بنستخدمها في حاجات كتير وهي بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم او بيكربوناتو مش بس بيمنع ان البكتيريا تتكون اصلا في البق وانها تبقى موجوده، لا ده كمان بيفتح السنان وبيشيل الطبقه الصفراء اللي موجوده على السنان اللي كلنا بنتكسف منها دي. هتجيب معلقه اكل من بيكربونات الصوديوم ومعلقه اكل من الميه وهتقلبهم كويس جدا لغايه ما يعملوا معجون خفيف كده، وبعدين حطه على الفرشه وابدا ادعك بيه سنانك واغسل بيه سنانك عادي. بس اهم حاجه بقى انك ما تكررهاش اكتر من مرتين في الاسبوع عشان ما تعملش اي حساسيه او اي مشاكل تانية. ثالث طريقه وهي بيروكسيد الهيدروجين. طبعا كلنا عارفين انه مؤذي جدا وانه ممكن يعمل حساسيه في السنان ومشاكل في اللثه، فعشان كده ركزوا معايا كويس جدا هتستخدموه ازاي عشان ما يعملش اي مشاكل. من بيروكسيد الهيدروجين مع معلقه شاي واحده من بيكربونات الصوديوم، وهتخلطهم كويس جدا لغايه ما يعملوا معجون وتحطهم على الفرشه وتغسل بيهم سنانك. بس اهم حاجه ما تكررش الموضوع ده اكتر من مره لمرتين في الاسبوع عشان ما يعملش اي مشكله من المشاكل اللي قلنا عليها. اخر حاجه بقى هتجيبي قشر الليمون او قشر البرتقال او قشر الموز وهتدعكي بيهم سنانك كويس جدا. والقشر عشان فيه انزيمات لطيفه وخفيفه جدا بتفتح اللون عن طريق ان هي بتعمل تقشير لطيف للسنان من غير ما تأذي طبقه المينا او تعملك حساسيه او تعمل اي مشكله في سنانك، بس برضو ما تزوديش عن مره لمرتين في الاسبوع. طب لو مش عايزه تعملي اي وصفات، ممكن تجيبي معجون اسنان موجود فيها نسبه مقشرات او بيروكسيد او فحم طبي، هتجيب لك من الاخر زي كراست او كولجيت او سيجنال وايت. حتى في معجون اسنان زي ديبرودنت من قوه المقشر اللي فيها بنستخدمها بس مره واحده في الاسبوع عشان ما تعملش اي حساسيه او تاذي طبقه المينا، او زي كراست اكسترا او سانسوداين تارتر كنترول. بس عايزاكي تبقي عارفه ان مهما عملتي من وصفات واستخدمتي منتجات او حتى عملتي جلسه تبييض ولسه مستمره على الشاي والقهوه والاكل اللي مش صحي وعندك نقص في الكالسيوم وما بتغسليش سنانك مرتين في اليوم، مش هتلاقي اي نتيجه ولا تبييض وهتفضل سنانك زي ما هي. جربي بقى الطريقه اللي تناسبك من الطرق اللي قلتلك عليها ومش هتتكسفي بعدها ابدا. اما لو عندك اي سؤال اكتبي لي في الكومنتس، وما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك فيديوهاتي الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي.